فالمؤمن الصالح يحرص كل الحرص على محبة الله، ويعلم أن الله ما اختار هذه المواسم إلا وهو يحبها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من 10 من ذي الحجة. الله أكبر، يا له من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأه المؤمن أو نظر فيه أو تأمله أخذ بمجامع قلبه. ما من أيام بأسلوب النفي، ليس هناك أيام ولا ليالي العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه 10. 10 وأي 10؟ 10 فضلها الله واختارها، وكما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. اختارها سبحانه فجعل فيها من الفضائل والنوائل ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فكل عبد يتقرب إلى الله في هذه 10 إيمانا بالله وتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته واتباعا لهديه، فإن الله سيبلغه الخير الكثير. في هذه 10 فضائل ونوائل جعل الله فيها يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من ذلك اليوم. يعتق الله فيه عباده وإماءه من ناره، وأقوام أبناء 60 و70 يخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. أي 10 وأي فضل وأي ذخر وأي خير جعل الله فيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، لذلك اليوم الذي هو يوم من أيام الإسلام، وجعل الله فيه شعائر الحج العظام، ففيه يقضي الحجاج تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق. يوم تراق فيه الدماء لفاطر الأرض والسماء، فتنحر الذبائح وتذبح قربة لله سبحانه وتعالى، وهي من طاعته ومحبته ومرضاته لما اشتملت عليه من توحيد العبادة، وهو الذبح الذي لا يكون ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، فجعل الله فيه هذه الطاعة وهذه القربة التي يريق فيها العبد دم الشاة أو دم البهيمة من الأنعام، فيقع الدم عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطابت بذلك نفوس الموحدين وطابت بذلك نفوس المؤمنين، وإذا لقوا الله يوم يلقونه جاءت بأشعارها وأظفارها ولحمها وعظمها في ميزان عبد سفك دمها لوجه ربها. هذه 10 جعل الله فيها مواسم الخير، ومن أعظمها الحج إلى بيته الحرام، فيكفيها شرفا وفضلا هذا التفضيل من رب العالمين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أمته ليشحذ الهمم إذا غابت شمس آخر يوم من ذي القعدة أو ذي القعدة على الوجهين، ودخلت هذه 10 أن يشمر المؤمن عن ساعد الجد في طاعة الله ومحبة الله